ازيكم يا شباب؟ لسه وصل لنا حالا الاوردر من شين. مش اول مره اجربه بصراحه، جربت كذا مره، بس المره دي بما اني عملت اوردر كبير فقلت ايه اشارككم معايا نشوف الموقع ده حقيقي ولا الناس دي بتقول اي كلام، ولا الدنيا ماشيه ازاي، ولا يستحقوا فعلا الاسعار ولا لا. في الكيس ده ما جاش في صندوق زي ما بنشوف في الفيديوهات. اللوجو بتاعهم طبعا مش اعلان ولا اي حاجه، يعني ده تجربه وهقول رايي بكل صراحه، ده حاجه شخصيه يعني. اوكي، اول حاجه هنا جاكيت للشغل. انا انطباعي الاول جامد، حاجه شكلها نضيف يعني، والخامه حلوه بالنسبه للسعر بتاعه، فما كنتش عارف اجيبه من اي حته عموما. ده بقى ما اعرفش هتخيلوا ايه ولا لا، بس يعني حاجه للجو، حاجه للجو. اوريها لكم. نسر طاير في الهواء. حلو، شكله يقول ان هو شغال. هنبقى نجربه سوا مع بعض بالسريع كده. فهمتوا ده ايه ولا لسه؟ تافه شويه بس شغال يعني. طيره في الجو عشان وانا قاعد كده على على البحر في الجو الحلو وعايز افصل من الدنيا، اطيره واقعد كده بس اطير فيه. ممكن طبعا ينفع للاطفال وللكبار ده الايد بتاعته بتاعت السلك، واحنا جبنا له تزويده كده كده عشان يطير مسافات اكبر يعني. معانا هنا بنطلون للشغل برضو ده. انا هبقى اجربهم بس يا رب المقاسات تبقى مظبوطه. وبالنسبه يعني ان انا هشتغل فيه حرفيا روعه. بصوا الخامه عامله ازاي. لا حلو، يستاهل كده. لحد دلوقتي احنا ماشيين تمام كده لحد دلوقتي. معانا بقى هنا ايه لتعليق الهدوم والجواكت وكده ونخش من البيت. وده المفروض ان هو لازم، ده المفروض ان هو بيلزق كده. حلو، مفيد. ده طبعا السلك اللي قلت لكم عليه، الحبل اللي هو هنطير بيه النسر اللي جبناه. ممكن تشوفوا تفاهه بس انا شايف ان هو يعني هيبقى حلو. وده تخيلوا معايا ايه ده، ادوات الحلاقه بقى. لان انا هنا في البلد اللي انا فيها الحلاقين مش احسن حاجه، وقررت ان انا احلق لنفسي بقى من هنا ورايا. هوريكم معايا ادوات الحلاقه اللي انا جبتها عامله ازاي. لو انتم شايفين اول فتحت فتح كده، بص هنا كده. ده المفروض بيتلبس كده وبتحلق بقى عشان ما تبهدلش الحمام. بس شغال يعني، مش وحش. هنا اللزقه عشان تقرط وتزود. ينفع للحلاقين ده يا جماعه عشان ما يبهدلكش يعني. عامل زي الطبق كده وبيلم يعني. وده هنا بنطلون برضو، شكله يقول ان هو شغال يعني برضو. خامته حلوه، خامته فعلا حلوه يعني يستاهل. برضو ارخص بكتير قوي من اي مكان تاني. دي قطاعه هنفتحها عشان اقول لكم الخامه عامله ازاي. والله خامتها تحفه، تحفه فعلا. بس انا مش فاهم هو ده ايه يعني. تحسه بلاستيك على رخام، ما تفهمش يعني. بس هو فعلا خامتها تحفه، حتى ما بتدينيش يعني. حاول ما فيش، بس هي يعني تحسها بلاستيك في رخام، ما تفهم حاجات الصين بقى وكده. ماشي. خش بقى على الحاجات المهم والاهم. عندنا النضاره بقى. جبنا نضاره، هنشوف بقى عامله ازاي مع بعض. جايه في جراب، خامته مش يعني احلى كواليتي ولا حاجه، بس يعني جراب جاي جراب. بالنسبه للسعر يعني الجراب ده بتمن سعر. وعندنا هنا النضاره بتاعتنا طبعا جامد غلافها زي ما انتم شايفين كده. مش متخيل ان هي هتيجي بالخامه دي، بس قلت اجرب يعني. بصوا زي ما انتم شايفين عامله ازاي. حديد ها، معرفش ده خامته ايه بالظبط، بس يعني متينه، متينه وماسكه نفسها. ايه رايكم؟ لسه مشفتهاش عليا، فهاخد رايكم. سيبوا لي رايكم في التعليقات لو حلو. سي
تستاهل تستاهل. عندنا تاني هنا المهم بقى، مكنة الحلاقة بتاعتنا اللي هتحل لنا الأزمات. فعلا يا جماعة بصوا زي ما انتم شايفين انا لسه ما حلقتش لحد دلوقتي علشان مفيش حلاق، يعني مفيش الا حلاق واحد، وحلقت عنده المرة اللي فاتت لقيته ما عجبنيش، مش أحسن حاجة بصراحة، فإيه قررت إن أنا هحلق لوحدي. التغليف زي ما انتم شايفين. احنا عندنا المقاسات، هنا في مقاسين، المقاسات بتاعتها باين عليها اول حاجه ان خامتها باين عليها نظيفه، 3 مللي، وهنا ملي ونص، وده 6 مللي لو هتحلق شعرك كبير شويه، 4.5 مللي، وده طبعا الشاحن بتاعها USB-C، الشاحن بتاعها تايب سي USB-C. فرشه لتنظيف المكنه. خلينا نفتح بقى المكنه سوا نشوفها جايه عامله ازاي. اول مكنه عندنا لا تقريبا كده، انا جربت على فكره تيمو، بس هبقى اعمل لكم فيديو لوحده تاني عن حاجات تيمو، وهنشوفوا سوا مع بعض المنتجات بتاعته عامله ازاي، لان الاسعار بتاعتهم تقريبا قريبه من بعض، شين وتيمو. بس دي انا مش اول مره اجيب المكنه دي، انا عندي منها 2 جوه، هوريها لكم دلوقتي فرق الخامات عامل ازاي. بس دي تقيله والحديد، دي حديد مش بلاستيك، اللي انا كنت جايبها التانيه بلاستيك. شوفها شغاله مع بعض ولا لا. سامعين الصوت؟ ممكن اجربها دلوقتي، لا مش هعمل، بس شغاله يعني، حتى هنا منوره ان هي شغاله. ده الشاحن بتاعها. دي 2 يورو ونص، يعني حوالي 100 جنيه. لا فتستاهل يعني. مرسوم عليها هنا تنين حلو. والمفاجأة الكبرى، المكنة الأهم واللي أنا مستنيها في الأوردر كله أصلا، وهي دي. ده الجراب بتاعها، شيله يا رب بس تطلع شغالة. دفعنا فيها شوية دي الغيارات بتاعتها، طلع هنا تزود 1 تنزل 2 3، فيها 3 مقاسات، ونجرب تشتغل منين تشتغل منين. تقريبا ده لازم نشيله، تبقى مقفولة، هنا كانت مقفولة زي زرار امان كده، وطلعت شغالة، جاية مشحونة حتى 90%. سامعين صوت شغال. هنا نعلي الدرجات، بتسرع زي ما انتم شايفين. بص لو ركزت هنا تلاقيها بتطلع وبتنزل، شغال، تستاهل. هنبقى نجربها واوريكم انا بحلق لنفسي هينفع الحاجات اللي انا جبتها ولا لا. عندنا تاني نوع من المكنه اللي احنا جايبينها، ده طبعا مكتوب عليها اسمها بالصيني، ما بعرفش اقرا صيني، اللي بيعرف يقرا صيني يقول لنا اسم الماركه ايه. TS 588. يا رب تكون شغال، عشان دي برضه دفعنا فيها شويه يعني. بالنسبه للمحلات العاديه يا جماعه، انا عايز اقول لكم الاسعار دي كده يعتبر فعلا ببلاش، يعني هي زي ما احنا بنسمع ان الاسعار رخيصه فعلا، بس ما كنتش متخيل ان الحاجات دي هتيجي بالجوده كده. ده جايب الشاحن بتاعها، شاحن تايب سي برضه USB. وهنا عندنا المكنه بتاعتنا جايه متغلفه زي ما انتم شايفين كده. ده الوش بتاعها هنفتحه سوا، سامعين؟ تحسها لعبة بصراحة دي شوية، هي بلاستيك، انما الحاجات التانية خامتها ماسكة شوية بلاستيك، ايوه بس ماسك نفسه كده وكمان نضيفة. دي اللي حلقت الدقن والكلام ده، لو هتحلق ناعم قوي او يعني الاستعمالات الشخصية برضه، كل واحد بيستعمل الحاجة تبع طريقته. بس زي ما انتم شايفين بصوا، ده طبعا بتمشيها وهي بتتحرك، يعني بتمشي كده، بتمشي على الوش وبتشيل كل الشعر يعني. بس دي يعني اكنها موس، جايه مشحونه على فكره، يعني الغريب ان الحاجات دي جايه مشحونه، انا مبسوط صراحه. جايه فيها 76%، بيظهر لك نسبه الشحن كمان، فدي حاجه حلوه يعني. عندنا ايه تاني؟ عندنا انا جايب حاجات كتير قوي يا جماعه، اوردر كتير، بس قلت اوريكم معايا يعني. فلو عجبك الفيديو لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان تشوف كل حاجه نعملها سوا. انا هوريك ازاي هنا بتبقى عايش في ايطاليا، الحياه بتبقى سهله قوي يعني، ومن غير ما تحتاج تصرف كتير،
بس بطرق سهله. عندنا حاجه زي شيء انه تيمو ممكن نستغلها ونعرف ايه الحلو ايه الوحش، وهنراجع سوا مع بعض. كل ما اعمل الاوردر هراجع لكم معايا، لو حابين مش حابين يبقى اخر فيديو في السلسله. ده واحد تاني زي اللي هنطيره ده، والله مش فاكر ايه ده بس هنشوف يعني. بس جاي في كيس حلو قوي، شكله حلو قوي يا جماعه. بوبولار براون. نفتح سوا نشوف ده ايه. عايز اقول لكم ان الاوردر ده انا طالبه من 5 ايام بس، مش فاهم ازاي وصلني في 5 ايام بس، لان في العادي ابطأ من كده يعني، اكتر من كده بكتير. بيقعد حوالي اسبوعين هنا على ما يوصل في ايطاليا، او من اسبوعين ل 20 يوم 21 يوم. قعد 5 ايام بس الاوردر ده. مش فاكر ده جبته لايه بصراحه، فهنركنه دلوقتي نشوف كنا جبناه لايه. بس ده يعني حاسه جويند او حاجه زي كده. ده حاجات للبانيو يا جماعه، حاجات للدش. عايز اقول لكم بقى ان ايه، ان دي يعني زي ليفه كده تستخدمها وانت بتستحمى، عشان ايه لو هتجيب ظهرك مثلا كده، او هتدعك ظهرك مثلا مش عارف تدعكه ازاي، تدعكه كده يعني. مفيده شغاله. عندنا ده حامل الموبايل للشاحن او كده، لو مفيش مكان تثبت فيه الموبايل جنب الشاحن فهينفعنا. ده اللزقه دبل فيس جايه معاه، حط كده ويلزق كده، وهنا الموبايل هيتحط. عندنا ده كمان جبناه، جاي في جرابه يا جماعه ومتغلف، ولا تحس ان انت حلاق حلاق بجد. طبعا كلنا عارفين ده ايه، اللي مش عارف ده ايه، ده موس حلاقه. فكده جاي في موس كمان، بس طبعا هنغيره، ما امنش له، ما نخاطرش يا جماعه. طبعا الحاجات دي لازم نخلي بالنا قوي، واللي ما عرفش يعملها يخلي حد يساعده. مغامره لا، لان فعلا حامي يعني وممكن يعور. وعندنا دي مكنه حلاقه برضو من نوع تاني. انا بتهيألي الفيديو ده معمول للحلاقين يعني. فانا جاي عندنا مكنه الحلاقه بلاستيك، جاي مع كل الامواس دي يا جماعه. عندك الغيار بقى، يعني ده الجسم ده الغيار. خرج واحده زي ما انتم شايفين كده، وبتركب كده. نركبها سوا نشوف تركب مع بعض ازاي. كده ركبت يعني. بالنسبه لسعرها وان هي جايه مع الامواس دي كلها فحلوه قوي 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 كمان، باين عليها ان هي نظيفه يعني. عايزين اسيب لكم لينك الحاجات في التعليقات سيبوا لي يعني. كلها عموما اسعار فعلا لا تقارن، لا تقارن يعني. لو كنت هشتري الحاجات دي من المحلات زي ما لسه قايل هدفع فيها ممكن 10 اضعاف، اكتر من 10 اضعاف كمان صراحه يعني. انا لحد دلوقتي مبسوط من كل حاجه يعني، ما شفتش ان في حاجه لحد دلوقتي جت وحشه. عندنا هنا دول بقى اختراع الاختراع بقى، ده اختراع بقى علشان ما غامرش وابوظ بقى حته ازيد من حته اطول من حته، او لو لسه حلاق مبتدئ يعني وعايز مش عايز يغامر او ان هو يبوظ فيستخدم ده. ده بيتحط كده واستك عشان تحلق هنا كده ما تعديش يعني، قافش هو على الدماغ عشان ما تعديش ازيد من الحته اللي انت المفروض تحلق فيها، او تعمل تدريجه مثلا فتنزل بيه شويه كده وتبدا تطلع سنه بسنه وهترفعه هو، وهكذا. من ورا عامل تاني شغال حلو. جاي لنا 2، فده زيه برضه بس لون تاني. وده كنت مستني دي شنطه للي بيحب الشنط الجلد. ايوه زي ما انتم شايفين كده. عندنا هنا جيب بكبسولات، ده حلو كبيرة. لا انا ابهرتني الحتة دي، انا ما خدتش بالي، بس بص قفلت كده. هنا جبت كمان جوه. هنا بقى عندنا طبعا البيوتفول تتظبط يعني، تظبط المقاس اللي انت عايزه، بس شغالة يعني. لا حلوة وتستاهل. طبعا هنا في ايطاليا يا جماعة مفيش، عايز اقول لكم ان مفيش جمارك هنا يعني. الحاجات دي بتيجي من غير جمارك، والتوصيل مجاني للاوردرات اللي اكتر من 10 يورو. طبعا للي متابعيني او اللي عايزين اللينك الرابط دي هبعت لكم اللينك الرابط، وطبعا في ايه عليه خصم بالكود بتاعي يعني.
مع ان ده مش اعلان، بس يعني انا هحط لكم كود الخصم اللي انا بستخدمها عادي. شوف في ايه تاني لسه عندنا، لسه في عندنا حاجات. ها انا مستغرب ان كل ده لسه الاوردر، انا نسيت اصلا ان انا اردمت ده كله. المشط السحري، عمرك شفت مشط زي ده؟ بس عامل ازاي؟ ده اللي هو ليه بقى؟ عشان لما تيجي تحلق عايز تدرج تعمل كده اوضح كده. المكنه اللي احنا جايبيناها هنحلق بنفسنا، ولا ممكن حد يساعدك، بس مش هيبقى فيه مخاطره يعني، لان كده كده هو بس هيعمل كده، او ممكن تعمل لنفسك حتى لو انت يعني شاطر شويه. اخر حاجه بقى عندنا في الاوردر هي اللمبه دي. اللمبه دي انا كنت متخيل ان هي بصراحه اكبر، يعني انا لحد دلوقتي كل الاوردر زي الفل. اللمبه دي بقى انا مستغرب ازاي جت في الكرتونه الصغيره دي كده في المكتب. فربنا يسهل وتطلع حلوه يعني، لان انا هبقى اتغفلت في دي الحاجه الوحيده يعني. لا شوف، لا حلو، جربها سوا. جربها تبقى شغاله. مش شغال، مش شغاله يا جماعه، اشتغلونا في دي. بس عموما هي بتتشحن، فاحنا هنشوف اذا كانت شغاله ولا لا، هنشحنها وهقول لكم اذا كانت شغاله ولا لا عشان ما اظلمهمش يعني. وبكده ابقى وريتكم الاوردر بتاعي اللي عملته من شي ان كله. كانت تجربه ممتعه بصراحه، جبنا حاجات كتير قوي. عايز اقول لكم ان الاوردر ده كله على بعضه دفعت فيه 80 يورو. 80 يورو يعني حوالي 8 بأدوات الحلاقه كله على بعضه. ف يعني انا شايف ان السعر مقارنه باي دوله في العالم فهو فعلا حاجه تحفه يعني. اشوفكم الفيديو الجاي من فيديو جديد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي رايك في التعليقات، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه علشان تشوفني دايما فيديوهات احسن. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.